عندنا مسألة مهمة، انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا معي، ولذلك سأرجع لمسألتنا قبل قليل ثم أرجع لهذه المسألة. نحن قلنا قبل قليل أن خلع الخف أو الحائل، سواء سميناه خفا، سميناه حذاء، سميناه جوربا أو غير ذلك من اللفائف وغيرها، أن خلعه يكون ماذا؟ مانعا من المسح عليه إذا لبس مرة أخرى إلا بعد طهارة. كونه مانعا باتفاق أهل العلم، وبعض أهل العلم زاد حكما آخر عند الخلع، فقال إن خلع الخف يترتب عليه حكمان: الأول أنه مانع لذكرناه، والثاني أنه يكون ناقضا للوضوء، يكون ناقضا للوضوء. ما علتكم؟ قالوا علتنا، قالوا لأن الخف ساتر لمحل يجب غسله، فإذا كشف ذلك المحل رجع للحكم الأصلي المبدل عنه وهو غسل الرجل، فيجب غسل الرجل. ولما طالت المدة، وعندنا أن من شرط صحة الوضوء الموالاة، فكأنه لم يغسل رجله، فحينئذ يكون قد انتقض وضوءه بكشف رجله. هذا كلامهم من باب التعليل، وهو قوي جدا، لولا أنه قد ورد حديث. فإذا جاء الحديث: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فكل تعليل في مقابل النص يكون مردودا. ثبت عند الطحاوي بإسناد جيد في المعاني الآثار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ ومسح على حائل على قدمه، ثم لما جاء إلى المسجد خلع ذلك الحائل، فسأل الراوي عنه علي رضي الله عنه فقال: كيف فعلت ذلك؟ لما خلعت وصليت بوضوء مسحت فيه على الحائل؟ فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا صريح بأن خلع الحائل الذي على القدم لا يكون ناقضا للوضوء، وإنما يكون ماذا؟ لكي لا تنسى، لكي يكون مانعا من المسح إذا لبسته مرة أخرى.